السلام عليكم. اهلا بيكم في سلسلة بلندر المعماري، واللي هنتكلم فيها في الفيديو ده عن طرق الاضاءة والطريقتين اللي موجودين معانا، او طرق من المصممين بتستخدمها في اضاءة المشهد الداخلي معانا. هنستعمل في المشهد ده او هنطبق على الاوضة البسيطة اللي معانا ديت. تمام. ومعانا مصدر واحد هنا عشان ندخل الضوء ليه، هو الشباك الصغير ده للمشهد او الديزاين الداخلي بتاعنا اللي قدام حضراتكم ده. هنعمل اضاءة للمشهد ده ازاي؟ نفتح بس الشيد اول بتاع الاضاءة بتاعنا. هنتلاقي زي ما انتم شايفين كده في هنا مشهد ضلمة جدا قدامكم، وهنتعلم ازاي نعمل اضاءة للمشهد بتاعنا ده. اول حاجة احنا هنستخدم نوعين من الاضاءة او هنقارن ما بينهم، وهو ال HDRI المعظم بيستخدمها يعني، وفي حاجة تانية اللي هي البلاك بودي، وفي ناس بتستخدمها وفي ناس ما تعرفش اللي هي موجودة اصلا في بلندر عنها يعني. تمام. اول حاجة هندخل على الورلد ده اللي بيعمل الاضاءة الخارجية بتاعتنا، ونعمل نيو. اول ما بنعمل نيو هتلاقي في مشهد يعني ظهر سنة بسيطة كده قدامكم، عشان هنا الكلر بتاع الورلد بتاعنا او الاضاءة المحيطة بتاعتنا زي ما يكون اللون او لون رمادي. ماشي. فاحنا هنظبط ازاي؟ هنسيب السيرفس زي ما هي الباك جراوند، وهنضغط هنا على color، وهنروح على ال environment textures ده علشان نشتغل اول حاجة على ال HDRI. عشان نفتح ال HDRI فبنجيب الكلر بتاعنا بتخليه environment texture. طبعا لما بتيجي باللون البنفسجي كده يبقى احنا ما طبقناش اي صورة معانا، يبقى كده اللون البنفسجي ده في بلندر اللي هو مفيش اي صورة متضافة. تمام. نبدأ نفتح معانا، نعمل open، نفتح معانا ال HDRI بتاعتنا، ونجيب ال HDRI اسمها evening road. تمام. بيور سكاي ال 4K HDRI. وهنسيب لكم برضو دي من موقع بولي هيفن. تمام. ديت كرياتيف كومن، يعني فري تستخدمها في اي حاجة انت عاوزها، وهنسيب لكم المصدر بتاعها برضو في المصادر بتاعة الفيديو. نعمل open image. زي ما انتم ملاحظين اول ما عملنا الاوبن ايمج، هنشوف بس بيعمل updating لللايتس. زي ما احنا شايفين كده المشهد بتاعنا اتغير على حسب الاضاءة اللي موجودة. هنا القوة بتاعتها عندك، هنا التحكم معاك هنا بيبدأ معاك. هنسيب دول دلوقتي زي ما هما، مش هيفرقوا معانا في حاجة دلوقتي. اهم حاجة عندنا هنا دلوقتي القوة بتاعتها. القوة بتاعتها هنا احنا ممكن نخليها مثلا 3. تمام. هي كانت 1، فنخليها 3. نبدأ احنا كده نعمل تحكم او ننور الأوضة اكتر، حتى هتطلعي هنا. ولاحظ هنا الشباك تأثيره واضح، هو الشباك مصدره من هنا. احنا كده نشوف بس هنا الشباك مصدره فين. الإضاءة اللي داخلة الأوضة يا جماعة لو مفيش الشباك ده أصلا هتلاقي الأوضة ضلمة برضه، مش هتلاقي أي نور، لأن لازم يبقى في مصدر داخل الأوضة وهو الشباك هنا. فهتلاقي الإضاءة داخلة من الشباك هنا وعاملة تأثير على الأوضة كلها، حتى تلاقي هنا الخط بتاع الشباك اللي في النص من هنا واضح معانا على السرير اهو. تمام. تبدأ بقى انت ممكن تظبط وتلعب في السترينجز بتاعتك براحتك، اللي هي قوة إضاءة ال HDRI معاك. زي ما احنا شايفين كده ممكن تلعب في اللون شوية لو انت دخلت على color management. تمام. color management، وظبطنا الاكسبوجر بتاعها. ثواني color management من هنا، من الريندر بروبرتيز. تمام. ندخل على color management من هنا، ونجيب الاكسبوجر، يعني ممكن لو زودنا هنا شوية
زي ما انت شايفين هتلاقي المشهد بيضاء معاك زي ما انت شايف كده. ممكن تقلل زي ما انت عاوز. لو انت عاوز ترجعها للديفولت يا جماعة بنعمل باك سبيس. باك سبيس ديت بترجعها صفر. تمام زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تلعب في الجامع برضو براحتك، عاوز ترجعها برضو للديفولت بتاعها بتعمل باك سبيس. تمام. ملاحظين لما احنا بنلعب في الكالر مانجمنت ما بيأثرش معانا، ما بيخليش السيمبل تبدأ تعيد من الأول. لو انتوا ملاحظين كده اللي هي 3/24 أو 4/24، لو أنا جيت هنا لعبت في الإضاءة هتتلاقي فاهم انت مش مؤثر معانا في المشهد. الواضحة دي بس ايه تبقى انت عارف الفرق ما بين التعامل هنا من الكالر مانجمنت غير التعامل من لما مثلا لو انا زودت خليته 6 مثلا، هتلاقي هنا بيبدأ يعيد الحسابات بتاعة اللايتس بتاعته من الأول، يبدأ معايا من 1. واضحة معايا؟ تمام. ده أول طريقة معانا وهي الطريقة معايا اللي هو ال HDRI. لو احنا عاوزين يعني كأوبشن يعني نستعمل معاها الشمس معايا هنا. تعالى بس اقول لك انا اعدادات الشمس انا حاططها ازاي. اعدادات الشمس لو انا جيت ظهرت الشمس معايا كده هنا. تمام. الشمس هنا اعداداتها كأنها مصدر مباشر داخل معايا الأوضة هنا. والشمس هنا انا عاملها السترينجز بتاعتها 20,000. تمام. الانجل 0.526. يعني حاول تظبط على نفس الاعدادات دي او تظبط الاعدادات اللي انت عاوزها. طيب ندخل بقى هنا هتلاقي اعدادات الشمس معانا واضحة جدا جدا معانا في على السرير بتاعنا وعلى المشهد الداخلي، وزودت معانا الإضاءة وزودتها معانا أكتر. طيب ده ال HDRI. نقفل الشمس برضو عشان نشوف الطريقة التانية معانا وهي البلاك بودي. ندخل برضو على الكالر هنا كالر، وهنا بقى مش هنحتاج صورة ولا حاجة، هيبقى كل شغل كونفرتر يعني البلندر اللي هيعمله إنشاء من الأول، يعني مش هنستعمل صورة معانا. شوف هنا أول ما أنا فتحت البلاك بودي هو اتعامل على طول حط درجة حرارة اللون. حتى هنا تلاقي هنا في اوبشنين عندك درجة حرارة اللون والقوة بتاعة درجة حرارة اللون ده. فزي ما احنا شايفين كده درجة حرارة اللون معانا على 1500. تمام. طيب احنا نظبط الأرقام دي ازاي؟ في صور بتبقى موجودة ريفرنس لدرجة حرارة كده. تعالى نجيبها بس الصورة. نجيب هنا image editor. تمام. نعمل open. نيجي هنا في عندك color temperature. لا في واحدة تانية سكرين شوت. في دي ممكن نجيب دي. تعال نجيب دي أول. زي ما انتم ملاحظين هنا الأرقام هنا يا رب بس تكون واضحة ليكم. هنا بادئ معايا من 1000 لحد 12,000. فانت بتبدأ تظبط. الصورة دي موجودة على ويكيبيديا يا جماعة، برضو هسيبها لكم في المصدر تحت. فلو احنا ملاحظين هنا هتلاقي 1500 هي في الحدود دي تقريبا، يعني نفس المشهد اللي انتوا شايفينه كده بالظبط او نفس اللون اللي انتوا شايفينه. طيب احنا دلوقتي عاوزينه يبقى زي ضوء النهار شوية. تبدأ بقى تظبط على حسب الإعدادات اللي موجودة أو على الصورة المرجع اللي تحت دي. عاوزينه مثلا اللون ده أو في ضوء النهار شوية. تعال نخليه مثلا 5000. تمام. فهنا الضوء بدأ يقرب من ال HDRI اللي احنا كنا حاطينها من شوية، بس هنا بتحكم كامل منك. واضحة؟ تمام. عاوزينه في ضوء النهار اكتر شوية او في الاضاءة بتاعة السماء. تعالى هنا مثلا نعمل 8500 مثلا. زي ما انتم شايفين كده التحكم كامل معانا بالارقام من هنا في الاضاءة بتاعتنا. طيب عندك كمان لحد ما نوصل لحد 12,000 مثلا زي ما انتم شايفين كده.
12، لا 12000. 12000 لا، مش انا عملت 12 بس، او 1200 بس. خلينا نعمل 10000. 10000 تمام. ده برضو هتتلاقي التأثير بتاعك داخل هنا من الشباك، اللي هو المصدر اللي بيدخل الإضاءة عندنا في الأوضة زي ما انتم شايفين، وعامل تأثير على المشهد الداخلي بتاعك كله. لو احنا فتحنا الشمس بتاعتنا زي ما انت شايف كده. طيب في حاجة تانية احنا عاوزين نعملها عشان بس اوريكم. احنا هنا ممكن نشيل السقف عشان نشوف الإضاءة من بره عاملة ازاي. زي ما انت شايف كده، ده إضاءة من غير واحنا شايلين السقف يعني. طيب تعالى نرجع دي تاني. في صورة كمان يا جماعة معايا، وهي حابب بس اجيبها لكم قبل ما اقفل الفيديو. هي color temperature. تمام. نعمل بس هنا كنترول سبيس عشان نبين الصورة كلها. كنترول سبيس ده يا جماعة عشان لو انت عاوز الصورة تظهر معاك، او المكان اللي انت فيه يظهر معاك بعرض الشاشة كده، ماشي؟ عشان بس تشوفوا الصورة معايا. ده برضو هسيبها لكم برضو في الوصف، وتعرف منه او تظبط عليه color temperature معاك او درجة حرارة اللون. زي ما انت شايفين هتلاقي هنا درجة حرارة السماء 8000. فول صن هنا هتتلاقيها باين 6000 ونص. فهتظبط على أساس الصورة دي. تبدأ تلعب برضو باللون براحتك لحد ما توصل للمشهد اللي انت عاوزه. تضغط كنترول سبيس تاني عشان نوصل، أو تعمل باك تو بريفيوس. بكده نكون عرفنا في الفيديو ده الفرق بين ال HDRI والبلاك بودي، ونستعملهم مع الشمس. تمام. أشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله في بلندر المعماري، والسلام عليكم ورحمة الله.